كيقطع عليك الدم اخويا. خويا كيقول لك الساكت على الحق شيطان اخرس. حنا ما غنسكتوش على واحد الحاجه شفناها وعشناها. بما ان شفنا واحد المظاهره سلميه ديال خروج الناس في اكادير على السبيطار ومن حقهم تظاهره سلميه. حنا ما كنشجعوش بالفساد وما كنشجعوش بالمظاهرات الغير سلميه ديال رمي الحجاره وكذا الى اخره والعباد. حنا كنشوفوا ان الناس كيطالبوا بحقوق. شنو هما ابسط حقوق اللي هما السبيطار، لانه كيوقع فيه بزاف الحوايج ولا نقطه سوداء بزاف الناس كيتشكاو منه، واللي بزاف الناس خروج لعبات. يعني كيبان لك كاين شهود عيان بزاف، يعني بزاف الناس خارجين كيتظاهروا كذا، يعني ما نكذبوهمش. ماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. وكنشوفوا حالات، شفنا دريه مريضه خارجين لها شي حوايج، شفنا دريه عندها واحد الحاله، شفنا راجل كبير، شفنا كذا، وكيقول لك هذاك السبيطار نقطه سوداء. لهذا كنوصل ميساج للوزاره ديال الصحه، وزير الصحه. دابا انت ملي شفتي هاد شفتي هاد الفيديوهات وهاد اللعيبات اللي خارجين كذا في المغرب كذا والى اخره، وبالضبط في اكادير وداك السبيطار، وحنا مقبلين على مونديال، مقبلين على واحد الحاجه اللي غنديروها اللي غيدخل عندنا لي توريس وكذا والعباد. تقدر طيح عندنا كاوري والعباد. واش بغيتي يوقع لنا في بحال شي فيلم يضحكوا علينا الناس في اوروبا والعباد؟ حنا راه دوله الحق والقانون دائما تحت شعار الله الوطن الملك، وما كنخافوا من حتى شي واحد وما كنتردعوا من حتى شي واحد، فهمتيني؟ لهذا ملي ولا داك السبيطار نقطه سوداء والعباد، راه خاص وزير الصحه خاصو يتحرك، خاصك تخرج واحد اللجنه يخرجوا بلا كوسطارات بلا طوموبيلات، يخرجوا عاديين دراري صغار العباد يخرجوا يشوفوا شنو واقع، لان راه خرجوا ميساجات وخرجوا اطباء صرحوا. برافو عليهم وبرافو على الناس اللي خرجوا وقفه احتجاجيه سلميه. حنا مع السلميه والعباد، حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا، عاش الملك دائما، ولكن ما نشوفوا شي حاجه اللي كتضر البلاد، سيرتو التعليم والصحه، وسيرتو الصحه اللي غنسطر عليها الصحه. عرفتي علاش؟ الصحه راه هي كلشي. دابا هذاك البوليسي ولا داك الجدارمي ولا داك اللعيبات اللي خارجين، راه انت تقدر مرتك تبغي تولد يوقع لها نفس المشكل، ولا مرتك تقدر توقع لها شي، ولا ولدك ولا كذا. كنا حنا مسؤولين على بعضياتنا. لهذا واخا حنا في سبيطار بعيد علينا اكادير ولا كذا، هادشي راه كنعيشوا في المغرب كامل، راه ماشي كنعيشوا في اكادير بالضبط، كنعيشوا في المغرب كامل. كاع السبيطارات هنا في المغرب قسما بالله العلي العظيم ما كاينش العنايه، ما كاينش اللي غيتفاهم معاك ولا يهضر معاك ولا كذا ولا هذه، لا فهمتي؟ لهذا خاص واحد المراقبه مستمره وتكون لجنه مختصه في هذا الشيء، في هذا المجال، بدون ما يخرجوا ويبانوا كذا ولا. دابا حاليا كنشوفوا ان الناس ديال اكادير خرجوا داروا خرجه احتجاجيه وسلميه وكذا. لهذا كنطالبوا حنا باعاده الهيكله ويشوفوا شنو واقع في هذاك السبيطار ويديروا شي حل، حتى هادشي ما خاصوش يتبارطاجا، هادشي ما خاصوش يوصل شي دوال. راه غنوليو حنا يتشفوا فينا ويضحكوا علينا والعباد. راه الصحه راه شوف، راه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه. راه شوف اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. راه الدنيا دواره، تقدر تجيبك انت، تقدر تجيب هذا، تقدر تجيب هذا، شحال من واحد، فهمتي؟ لهذا الله يرحم لكم الوالدين، راه دوك الناس خاصكم تشوفوا بعين الاعتبار فيهم وتحققوا لهم المبتغى ديالهم، اللي ابسط المبتغى هو شنو هو السبيطار، وباغيين يتعالجوا ويشوفوا دوك الناس. وهذوك اللي كيديروا الاخطاء واللي كيديروا هذا الشيء متعمد راه خاصهم يتعاقبوا. راه خاص يتوضع قانون في هذا المجال، خاص يتوضع قانون، لان باش يولي انسان يمشي تما يتعامل معامله زوينه، وخاص خاص كاميرات مراقبه، ماشي غيكون يحضم في السبيطار، خاص يتحضوا من جميع النواحي، يتحضوا اللي يشوفوا ان اش واقع في السبيطارات، اش كيوقع، غياب الالات، سكانير كذا هذه الى اخره. بنادم مريض يطلع على برا، اللي كتولد كيقول لك ماتت كذا. واش حنا غنبقاو دائما نطيحوا في اخطاء طبيه؟ راه كاين بعض المرات ما كيطيحوش في اخطاء طبيه والعباد. لهذا خاص مراقبه، وانا كنقول دائما تحت شعار الله الوطن الملك ولا خوف. خاص يتوضع شي حل في هذا الشيء، وحنا دائما كنقولوا هذا الشيء يبقى سلمي ويبقى زوين، بلا مظاهره، بلا ما يخرج، بلا كذا. وحنا راه كنبغيو بلادنا وكنبغيو ملكنا، والصحراء مغربيه وستظل مغربيه. وتحياتي لكم.